قبل ما نبدأ الفيديو ده لازم تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا الفلسطينيين ان ربنا ينصرهم. ومن اخر احداث الموسم اللي فات لما ابننا بارك اتجنن عليهم وخرجت منه ايديا القتل المطلق، وبيفتح بارك بوابة بيخرج منها هيكل عظمي بيمسك ايديا الاسد. وهنا بقى بيظهر جمدان بارك وان هو صاحب الايد الطايلة في القتال ده. وفي وسط اللي بيحصل بتظهر المعلمة يانج ومعاها منظمة مايستري. طبعا بارك بيكون مجنون وبيهجم على كل اللي مع المعلمة يانج على اساس ان هم عمه، وحرفيا مفيش اي حد بيقدر على الولد المتوحش ده. بعد كده بيشد بارك المعلمة يانج علشان يوريها هو عمل ايه في ايديا الاسد، ولما بتروح هناك بتتصدم من المنظر اللي شافته، لان ايديا الاسد دي بتكون لسه عايشة بس مش عارفة تتحرك بسبب اللي بارك عامله فيها. وبيخلي بارك المعلمة يانج تشوفه وهو بيقتل ايديا الاسد. بعد ما كل ده بقى بيخلص بيقول بارك للمعلمة يانج يا ريت تقتليني. طبعا المعلمة يانج بتقول له لا انا عمري ما هعمل كده. في اللحظة دي بيقرر بارك ان هو يقتلها هي كمان علشان ملهاش لازمة، ولسه بارك هيخلص عليها بتتدخل سيون وبتحاول تفوق بارك من اللي هو فيه، بس هيهات هيهات بارك حرفيا في اعلى لحظات جنونه. ولما بيظهر قدامه اعضاء كمان من منظمة مايستري بيكون عايز يقتلهم، لكن وسط كل اللي هو فيه ده بيتم طعن بارك من الخلف، وبتكون اللي عملت كده هي سيون، وبيسقط بارك على الارض غارقا في دمائه. لو فايتك بقى اي حاجة من الاحداث الجامدة جدا دي ارجع شوفها في الموسم اللي فات. بعد كده بنروح للمستشفى اللي بارك بيكون فيها، وتقريبا كده الحمد لله بيكون لسه عايش، وبيشوف في كوابيسه ايديا الاسد اللي كان بيقاتلها والمعلمة يانج. وفجأة بيقوم بارك مذعور، قلقتنا عليك يا باروكة والله. ولما بيبص حواليه بيلاقي سيون قاعدة جنبه مستنياه، فبيحاول كده ان هو يقوم بسرعة بس بيتألم بشدة ويرجع تاني. بتقول له سيون اهدى يا باروكي ما تتعبش نفسك. بيسألها انا بقالي قد ايه على الحالة دي؟ بتقول له سيون انت بقالك 3 ايام نايم ايها الاحمق. بيكون بارك زعلان جدا وبيقول انا عايز اقوم مش عايز اقعد هنا. بتقول له يا عبيط انت مفكر نفسك مين هتقدر تقوم كده بسهولة بعد 3 ايام نوم؟ استريح استريح بلاش هبل. في نفس الوقت ده بيدخل شين وهو بيضحك وبيقول له اسمع كلام مراتك يالا، انك تسمع كلام مراتك ده هو الطريق الصحيح لحياة اسرية سعيدة. اول ما بارك بيشوفه بيقول يا نهار ابيض المستشار شين. بيقعد شين قدام بارك وبيقول له ايها الجندي بارك عقلك كويس دلوقتي؟ بيرد بارك ويقول اعتقد ان انا دلوقتي في حالة كويسة. بيتكلم شين على طول وبيقول له طيب يا بارك خليني بقى ابدأ بسرعة في الكلام المهم. اول خبر ان نظام ادارة الكوارث الوطني صنفك ان انت عنصر كارثي من الدرجة الاولى، وده معناه انك مادة ضارة من النوع الاول. بيكون بارك مش عارف يعني ايه وبيقول له يعني ايه مادة ضارة من النوع الاول دي؟ بيقول له شين تم اعتبارك ضار على حياة الناس وممتلكاتهم وامانهم، وكل المؤسسات الحكومية بتعتبرك اكتر خطورة حتى من الاعاصير والهجمات الارهابية. يا اخي ده انت جبار يا اخي، بس عايز اقولك ان الرؤوس الكبيرة في البلد هي اللي تعرف حاجة زي دي، انما عامة الناس ما يعرفوش عنك اي حاجة. فاهم قصدي ولا لا؟ بيقول له بارك معلش بس وضح لي اكتر. بيقول له شين من الاخر كده وعلى بلاطة انا اخفيت عنك كل حاجة. بيتصدم بارك وبيقول له ازاي يعني اخفيت ايه؟ بيقول له شين انت يا بارك الوحيد في كوريا الجنوبية اللي قدرت تحصل على تصنيف ايديا من رتبة اس اس، ده حتى انا المستشار والعميلة يون حصلنا بس على تصنيف اس واحد. انت من اين لك هذا يا ابني؟ انا بقى اخفيت كل ده وما خرجتش اي حاجة. بيقول بارك مش ممكن معنى كده ان انا مش هينفع استخدم الايديا بتاعتي تاني؟ بيفهمه شين وبيقول له بص ايها الجندي بارك، العالم بيواجه حاليا اكتر اوقات صعوبة في تاريخ البشرية كلها، مفيش سلام ابدا، معدل الجريمة والوفيات بيزيد كل يوم عن اليوم اللي قبله، انواع مختلفة من التميز والعناصر المقلقة اللي بتظهر في الاحصائيات. انا اسف لو بعممك بناء على ملفك الشخصي، بس انا اعتقد انك مدرك اللي انا بقوله. المشكلة بقى ان الدول مش مختلفة عن بعضها البعض، وتحركات الدول التانية مش كوريا الشمالية بس مش طبيعية. من الاخر كده وعلى بلاطة يا بارك كوريا الجنوبية محتاجة لقوتك. بيعيط بارك وبيقول له قوة ايه اللي مطلوبة؟ انتوا عايزين قوة قاتل مجنون بيطيح في اي حد حواليه؟ بيقرب منه شين وبيقول له افتكر لما انا شفتك اول مرة يا بارك قلت لك ساعتها ما تتخلاش عن نفسك، احنا محتاجين اشخاص بيؤمنوا بقوة الروح بتاعتهم. طبعا بتكون سيون واقفة ومش مصدقة اللي هي بتسمعه، وبتفتكر انها في عيلتها كانوا دايما بيعلموها ازاي تعيش حياتها بما يتماشى مع روحها، وانها كانت عايشة حياتها كلها وفقا للايديا بتاعتها مش لنفسها. وبتتشجع سيون وبتقول انا مش هسيب ابدا روحي تسيطر
عليا من دلوقتي. بيصيح بارك وبيقول له بس انا روحي هي روح قاتل، صدقني هيحصل كوارث كتير لما تنمو روح قاتل. بيقول له شين انت تعرف يا بارك الضرر الناتج عن الحادثة اللي حصلت دي ايه؟ اجمالي الاصابات كان حوالي 12,000 شخص، ده غير الاضرار الاضافية بسبب تدمر وسط المدينة اللي بيقدر بحوالي 34 تريليون وين. الارقام دي بالنسبة لمواطن عادي من الصعب حتى ان العقل البشري يتخيلها، بس الجندي المقاتل بارك قدر يوقف كل ده. انا كمستشار دولة عمري ابدا ما تخلى عن شخص عمل كده. بيكون بارك مستغرب جدا من اللي المستشار بيقوله، والمفاجأة الكبيرة ان المستشار بينحني لبارك وبيقول له انا ممتن بجد ليك، وبينحني معاه كمان كل المساعدين وفريق العمل بتاعه. بيتأثر بارك جدا بالموقف ده وبيقعد يعيط، ومش بيكون راضي عن اللي شين عمله وبيقول له بس انا قتلت صحابك. بيرد شين ويقول بس في نفس الوقت انت الحامي اللي انقذ المدينة، لولاك يا بارك كان زمان المدينة انتهت في اليوم ده، انت انقذت جميع سكان المدينة دي، فعشان خاطري بقى بطل تلوم نفسك وقوم اقف على رجلك كده. بيكون بارك لسه متأثر وعمال يعيط من كلام شين، وبيقول كلهم بيشكروني بجد من قلبهم، دي المرة الأولى في حياتي اللي أتلقى فيها الشكر من شخص أصلا، وأكيد برضه صعب إن هما يعبروا بشكرهم لشخص قتل صحابهم، وعشان كده من غير فقدان للكبرياء ومن غير ما يغلبني الغضب أنا هتصرف كبالغ، همد إيدي بحرارة ومش هبص بعيد ومش هنهار أبدا تحت وطأة الذنب، أنا قررت إني هكمل لقدام. وبيقول المستشار شين بص أيها المستشار، أنا مش بخطط إني أستخدم الإيديا دي تاني، بس أنا مش هقف في مكاني أبدا، وده بسبب الأبرياء اللي أنا قتلتهم. بيسلم عليه شين وبيقول له شكرا ليك أيها العريف بارك، أنت فعلا طلعت شخص قوي بجد، أنا كده كنت هطلب منك إنك ما تستخدمش الإيديا لفترة من الوقت، لأن يبدو كده إن مفيش أي حد غيري هيقدر يوقفك. بيسأله بارك طب هعمل إيه دلوقتي ولا إيه اللي هيحصل؟ بيرد عليه شين أنا بخطط إن أنا أسفرك بره كده شهر ولا شهرين على ما الدنيا تهدى وهو تقل ملاحظتك في شبه الجزيرة الكورية. بيقول له بارك ازاي يعني؟ طب ودراستي؟ انا عايز اخلص دراستي في الكتيبة الاول. بيقول له شين مش عايزك تقلق، كده الدراسة بره هتبقى قصيرة المدى، وكمان يا سيدي انا رقيتك لرتبة رقيب. وفعلا بيتوجه بارك بعد كده للمطار، وبيكون معاه سونج اللي بيودعه وبيقول له ما تتكسلش عشان انا مش موجود هناك، ها انا هختبر لياقتك على فكرة اول ما ترجع يا بارك. بيقول له بارك خلاص اتفقنا ماشي، وحتى سيون كمان بتاخده بالحضن وتودعه بتقول له ابقى اتصل بيا يا بارك. بيقول لها طيب ماشي حاضر. بتقول له اوعى تنسى تبعت لي كل يوم. بيقول لها خلاص بقى قلت لك حاضر. وبعد ما بيمشي بيقول سونج عنه انه اكيد هيرجع شخص افضل من الاول. بعد كده بنوصل مع بارك المطار جون، وهناك بيكون في مجموعة من الاشخاص بيستنوه. اول ما واحد من الاشخاص دي بيشوف بارك بيقول اخيرا القمامة هبط، بيزعق له واحد منهم وبيقول له ما تقولش على القائد بتاعنا كده يالا. وبيروح واحد منهم علشان يسلم على بارك وبيقول له ايه ده يا بارك انت قلعت النضاره بتاعتك؟ انت بقيت اكتر اناقه واسترخاء عن زمان. بيقول له بارك حبيبي تسلم والله شكرا. بيتكلم الولد اللي اسمه دان وبيقول انا كان المفروض افضل في بيتنا احسن، انا ليه ممكن اتشارك الغرفه مع شويه حساله زيكم؟ بيقول له بارك يا معلم انت خلي بالك من كلامك علشان انا في رتبه رقيب دلوقتي. بيرد دان عليه ويقول له ما كنتش اتخيل ابدا ان واحد حساله زيك ممكن يسبقني في الرتبه، على العموم اعمل اللي انت عايزه يا عم حقك. وبيسأل الولد اللي اسمه تويتي وبيقول له انت تعرف ايه خطتنا اللي جايه ولا ايه الدنيا؟ بيرد عليه تويتي ده ويقول له هو المفروض انا اللي اكون عارف ولا انت اللي عارف؟ جدعان من الاخر كده كلمه السر تويتي عشان بصراحه الاسم ده عجبني. بيجي واحد تاني من صحابهم وبيقول الحقوا يا جدعان انا بيتهيالي ان في حد عمال يبص لنا من ساعه ما نزلنا من الطياره. بيزعقوا له وبيقولوا طب وما قلتلناش ليه من اول ما شفته؟ وبيقعدوا يتخانقوا معاه على الغباء اللي هو فيه. فبيبص لهم بارك كده وبيقول هو احنا المفروض نفضل مع بعض كده لاكتر من شهر؟ الفريق ابن التيت ده مفيش فيه اي انسجام خالص، احنا على الله حكايتنا. وبينما بارك بيكلم اللي معاه فجأة بيقطع كلامهم حد بيقول خلاص يا جدعان خلصتوا كلام؟ على العموم انا تيدي جاي من وزارة الدفاع الامريكية علشان اصطحبكم، انا هنا في امريكا بقالي تقريبا 10 ايام وانا اللي هكون مسؤول عنكم طول ما انتم موجودين هنا، ومن ناحية التواصل واللغة وكده مش هيبقى فيه اي مشاكل لان انا الايديا بتاعتي اصلا خاصة بالترجمة. وبعد ما بيصطحبهم بسيارته بيوصلوا اخيرا لوجهتهم، وبيوصلوا كده لمؤتمر وبيقول لهم عايزكم تخلوا بالكم من كلامكم قوي من هنا ورايح. واول ما بيدخلوا بيكون في ناس ملامحهم غريبة جدا وبتبص لهم بصات غريبة. اول ما بارك بيشوفهم بيقول
شكلهم كده مسؤولين رفيع المستوى، ده فيهم كمان جنود بزي قتالي. انا ليه حاسس ان الجو متوتر هنا جدا. وبعد ما بيقعدوا وبيبصوا فوق كده بيلاقوا ان في رتبة عالية بتتكلم وبيقول انت منك ليه له، مفيش عندنا وقت نضيعه، بما ان الشخصيات المهمة وصلت خلينا نبدأ الاجتماع. قبل ساعتين عثرنا على امرأة عندها 35 سنة ميتة في شمال شرق منهاتن. انا مش عارف ايه اللي انا قلته ده، بس هي اسمها منهاتن. المهم يعني الست دي ماتت وهي مطعونة في بطنها. نفس الوضع في حالات القتل اللي حصلت قبل كده برضه. بيسألوا حد ويقول له طب الحالات التانية ايه اللي حصل لها؟ بيرد عليه في جريمة حصلت قبل 4 ساعات ونص، مهرج مجنون ألقى الضحية في النهر. احنا بنتوقع ظهور عشرات القتلة في الفترة اللي جاية، والمثير بقى واللي بيربطهم ببعض ان هم كلهم بيقلدوا اساليب القتلة التاريخيين المشهورين زمان، يعني بيعيدوا تنفيذ الجرائم تاني. وده بيخلي الموضوع صعب جدا علينا ان احنا نقدر نتعقبهم او نحاول نراقبهم، وهم بيتظاهروا ان هم قتلة مختلفين بس في حاجة واحدة مشتركة ما بينهم. احنا بنعتقد ان في طائفة من كوريا اسمها تشون تشون هي اللي وراهم. احنا رصدنا زعيمهم مؤخرا وهو بيتدخل في الجرائم باستخدام كوريا، يقصد يعني ان هو بيتكلم باللغة الكورية. بيقول اللي مع بارك منظمة تشون انا سمعت انها طائفة سيئة السمعة ومعروف انها بتجذب الاتباع وبتغسل دماغهم، بس سمعت انها تم القضاء عليها بواسطة كيم. بيتكلم بارك مع نفسه يقول ليه ممكن طائفة بتحتضر تشتغل في بلد تانية، انا لازم اتصل بقائد الفريق اعرفه. بيكمل الجنرال كلامه ويقول دي مش مجرد جرائم تقليدية، ده هم بيتصرفوا بشكل جماعي وبهدف معين. بيكون بارك لسه بيفكر وبيقول احنا برضو اول ما جينا هنا كانوا بيبصوا علينا بشكل غريب، لدرجة انه بيسمع حد ورا بيتكلم وبيقول عنهم هم العيل دي جاية من اسيا ولا ايه. يعني في ظل الظروف اللي البلد فيها بدل ما يقدموا المساعدة جايبين لنا اطفال علشان يتفسحوا. وفجأة الجنرال ده بيقول لكل اللي موجودين اقفوا احترام للشخص اللي جاي، وبتدخل عليهم واحدة رتبتها شكلها عالية وبتقول لهم لا خليكوا قاعدين. اول ما دونج بيشوفها عينيه بتنور وبيقول يا نهار ابيض. بيقول له بارك فاق يا ابني ايه اللي حصل، مين دي؟ بيرد عليه ازاي انت ما تعرفش دي مين؟ دي فيلادي اقوى مصاصة دماء في امريكا كلها، وعلى فكرة تصنيف الايديا بتاعتها من الرتبة SS. بتتكلم فيلادي معاهم وبتقول لهم انا سررت بلقائكم. بيكون دونج مش مصدق وبيقول يا نهار ابيض فيلادي بتكلمنا يالا. بيكون بارك لسه مش عارفها وبيقول له يا ابني فيلادي دي ايه يعني ايه فيلادي اصلا؟ بيقول له دونج ازاي يا ابني ما تعرفهاش، دي لسه عندها 29 سنة وبتحمل رتبة فريق، هي دي اللي بتشرف على الوحدة الخاصة في الجيش الامريكي كله. وبفضل قوتها القتالية الهائلة وجاذبيتها القوة اللي تحت قيادتها معروفة انها الوحدة الخاصة الاقوى والاكثر جمدانا. بتكلم فيلادي دان وبتقول له انت اسمك ايه انت؟ بيقول لها عايزة ايه؟ بتكلميني ليه اصلا؟ بتقول له كلمتك علشان التعبير بتاع وشك، انت مكشر كده ليه يالا؟ على العموم انت سمعت ملخص القضية ايه رأيك فيها؟ بيقول لها انا شايف ان القمامة امثالنا ما ينفعش تشارك في حاجة زي دي. بتديها له فلادي في نص دماغه وتقول له كويس انك عارف مكانتك. على العموم يا عم لو في اي حد من شعبنا ضايقك فانا بعتذر بالنيابة عنه، بس خليك عارف ان لولا ان شين طلب مننا ان احنا نجيبكم هنا ما كناش ابدا هندخل اطفال زيكم. بيفعل بارك الايديا بتاعته من تحت لتحت كده وبيقول انا عارف ان الفرق بيننا واضح، بس انا عايز اشوف مدى قوة الست دي. وبيحاول بارك في اللحظة دي انه يقرأ الايديا بتاعتها وبيعرف انها مصاصة دماء دراكول، ودي النموذج الاول لجميع مصاصين الدماء. بس فجأة بارك وهو بيقرأ قدراتها بيمسك دماغه من شدة الألم، فبيقول له اللي جنبه في ايه اللي بيحصل لك يا بارك؟ بتكون عينين بارك عمالة تنزل دم زي ما حصل قبل كده. بتقرب منه فلادي وبتقول له انت عملت ايه دلوقتي؟ بيصارحها بارك ويقول كنت بقرأ الايديا بتاعتك. بتقول له انت تقرأ الايديا بتاعتي انا؟ بطل كذب يالا، انت ازاي ممكن تقرأ الايديا بتاعتي اصلا؟ بيقول لها بارك ايه والله زي ما بقولك كده، الفجوة بيننا في القوة كبيرة جدا، وبسبب القوة دي حصل ارتداد هو اللي عمل فيا كده، لكن انا قبل ما ده يحصل قدرت اقرأ اسم ايديا خاصة بيكي، ومن بعدها ما قدرتش اقرأ اي حاجة تانية. بتضحك كده هي وبتقول له وحياة امك انت لو بتكذب لها مص دمك. بيقول لها بارك ماشي مفيش عندي مشكلة انك تاخدي دمي، بس انا بقى هثبت لك كلامي. ايه رأيك لو عرفتك كل الايديا الخاصة بالناس اللي موجودين في الغرفة دي؟ هل ده هيثبت لك وجهة نظري؟
هتصدقيني يعني من الاخر؟ وبيتكلم مع نفسه ويقول رد الفعل ده اقوى من اللي كان حصل لي اول مرة. انا لحد دلوقتي راسي لسه عمال يرن وحاسس ان جسمي كله متجمد. بتقول له يخرب بيت ثقتك يلا، حتى وانت في الوضعية دي لسه بتتجرأ انك تتفاوض معايا؟ بس على العموم انت طلعت مثير للاهتمام وانا بتراجع عن كلامي وهصدقك من غير اي اثباتات. بيحضر لها واحد مستندات وبيقول لها الحالات اللي حصلت الفترة اللي فاتت كانت متنوعة جدا، بس في عندنا العديد من الافكار اللي هنقدر بيها نحدد المشتبه فيه. بيقول لهم بارك انا اقدر اعمل الحتة دي. بتديله ورقة وقلم وبتقول له طب اثبت لي بقى ايها الطفل. بيقعد بارك على طول يكتب اللي هو قال لهم عليه، وبعد ما بيخلص بيديلها بارك الورقة. فلما بتقرأها بتقول لا ده انت طلعت مثير للاعجاب كده، انت مفيد اكتر من ما انا كنت اعتقد. بيقول لها يعني انا طلعت مش بكذب صح؟ بتقول له ايوه بصراحة انت تجاوزت كل توقعاتي. وبتقطع الورقة اللي بارك اداها لها وبتقول حق الله انا كنت ناوية ارشدكم بشوية ارشادات وبعد كده هرجعكم لبلدكم، بس اللي حصل ده هيغير حاجات كتير قوي. انا دلوقتي هعمل حاجة حتى شين ذات نفسه عمره ما توقعها، ومتأكدة ان هو مش هيوافق على حاجة زي دي. بيقولوا لها تقصدي ايه يعني مش فاهمين؟ بتقول لهم من دلوقتي انتوا جميعا هتروحوا للموقع اللي فيه الحادث، يعني بمعنى اخر من الممكن انكم تموتوا. وبتسأل بارك وتقول له اسمك ايه؟ بيقول لها اسم الرقيب بارك من مدرسة هيون للتدريب الخاص في جمهورية كوريا. بتقول له تمام ماشي عرفتك، عايزك تعدي عليا في مكتبي الساعة 9. بيقول لها بارك حاضر طبعا هاجي. قبل ما بتمشي بتبص له كده وبتقول يبدو كده ان الامور هتبقى مثيرة للاهتمام الايام اللي جاية. بنروح بعد كده لاحد الاماكن وبيكون في جريمة بتحصل دلوقتي، وبيحاول الشخص ده انه يقول له علشان خاطري ارحمني، بس بيرد عليه التاني ويقول له لا مش هرحمك، وبيخلص عليه باستخدام مشرط. واللي بيعمل كده ايديا جاك السفاح. وتصنيف الايديا بتاعته من الرتبة ايه؟ هي كلها بقت سفاحين ولا ايه؟ ابننا بارك مفيش حد اجمد منه كده كده. بعد كده بتيجي الساعة 9 وابننا بارك بيروح لغرفة فيلادي وبيخبط عليها، فبتقول له ادخل. ولما بيدخل بارك بتقول له اتفضل اقعد في اي مكان، ويا ريت تناديني اختي الكبيرة في الجلسات غير الرسمية. كلهم هنا بيعملوا كده. بيقول لها بارك طيب يا اختي الكبيرة استدعيتني ليه؟ بتقول له ايها المخادع انت مين اللي يعرف بقدرتك انك بتقدر تقرأ الايديا؟ الملف اللي شين ارسله لي عنك ما كانش مكتوب فيه القدرة دي. بيقول لها بصراحة تقريبا كده مفيش حد يعرف، لاني ما اتكلمتش عن الموضوع ده في كوريا خالص. بتقول له يعني شين يعرف ولا ما يعرفش؟ بيقول لها والله ممكن يكون عارف وممكن يكون مش عارف. بتقول له ازاي يعني؟ ما هو يا عارف يا مش عارف، ما ترد يا ابني عليا عدل. على العموم ايها المحتال انا عايزك تنضم للوحدة بتاعتي. بيقول لها باركي بتقولي ايه؟ هو اللي انا سمعته بوداني ده صح؟ بتقول له ايوه انا عايزك تنضم وتبقى تحت قيادتي في فريق دلتا فورس. بيقول لها بارك انا اسف لاني مبسوط بخدمتي في وحدة هيون. بتتعصب كده وبتقول له انت عارف انت بترفض مين؟ دي دلتا فورس وانا اللي بقودها، ده في مقاتلين يتمنوا بس ان هم يشوفوها. لكن على العموم دلوقتي خلينا نتكلم في حاجة زي دي بعدين، لان في معانا مشكلة كبيرة جدا حصلت. احنا تقريبا قدرنا نحدد ان زعيم الطائفة دي موجود في مطار جون، وفي واحد اسمه جاك السفاح موجود برضه حوالين المنطقة دي. مهمتك بقى انك هتروح الموقع ده، مهمتك بقى انك هتستخدم الايديا بتاعتك وهتعرفنا هم انهي في وسط الناس. لازم تدور وسط الناس اللي موجودة عن الايديا اللي بتشبه الشفرات الحادة، يعني مثلا خنجر او سيف او اي حاجة حادة يعني. المهم على طول بنتوجه مع بارك المطار جون، وبيكون بارك عمال بيستخدم الايديا بتاعته علشان يقرأ كل الناس، وعينه بتحرقه وبيقول اللي معاه انا عيني بتوجعني احنا بقالنا كام يوم صاحيين. بيقول له صاحبه اللي بياكل ومش بيعمل اي حاجة انا تعبان انا كمان والله. وبيقول له التاني اللي معاه طب ما ممكن تاخد قيلولة يا بارك؟ بيقول له بارك انا لو غمضت عيني لحظة واحدة بس فالعملية كلها ممكن تفشل. بتجيلهم فيلادي في اللحظة دي وبتقول لهم في منطقة عشوائية جنبنا كده بتبعد عننا بساعة، هناك في احد المشتبه بهم ان هو زعيم الطائفة. انا عايزاكوا تفضلوا هنا وتراقبوا كويس قوي الاوضاع، بس عايزاك انت والمترجم يا بارك. بيقول لها بارك طيب تمام ماشي انا جاي. وحرفيا في اللحظة دي بارك بيكون بيفتح عينه اصلا بالعافية. فبتقول له فلادي انت لسه قادر انك تراقب ولا عينك بتوجعك ولا ايه الدنيا؟ بيقول لها لا انا تمام انا بخير ما تقلقيش. بتقول له طيب وانت في المطار في اي نتائج او في اي ايديا غريبة انت حسيت بيها؟ بيقول لها لا للاسف ما حصلناش على اي حاجة. وبعدين انتوا ازاي فجأة كده اكتشفتوا رئيس الطائفة ذات نفسه؟ انا حاسس ان الموضوع ده فخ اصلا. بتقول له انا برضو
برضه معرفش، بس في ظهور مفاجئ ومريب حصل في المنطقة اللي احنا رايحين لها دي، وكده كده فريقنا الرابع قدر ان هو يطوق المنطقة دي، فاحنا هنروح هناك دلوقتي ونعرف كل حاجة. فجأة بيتكلم حد في اللاسلكي وبيقول وقعت جرائم قتل وسعت النطاق في جميع انحاء المدينة. فجأة الجرائم دي بتتطابق بنسبة اكتر من 90% مع القتلة اللي احنا بندور عليهم في القايمة. بيقول لها بارك الحقي ايه اللي بيحصل؟ بتقول له احنا اتضحك علينا، في حد سرب المعلومات، احنا بينا خاين. بيتكلم حد تاني في اللاسلكي وبيقول دلوقتي المشاكل كلها بتحصل في مطار جون، في هناك متجمع العديد من القتلة وقوتهم القتالية مرتفعة جدا ومفيش اي حد من الشرطة المحلية قادر يتعامل معاهم. بيقول بارك يا نهار ابيض ده كل اصحابنا هناك. بتحاول فيلادي تهديه وبتقول له ايه ده انت بس، انا هتأكد ان المشكلة تتحل. وبتتكلم في اللاسلكي وبتقول على الفريق الاول والتالت ان هم يقبضوا على القتلة المتناثرين ويقيدوهم، ولو ما قدرتوش تعملوا كده فاقتلوهم فورا. اما الفريق التاني لازم يغلق كل طرق الهروب علشان ما يقدروش ان هم يهربوا. بيقول لها حد طب والمطار هنعمل ايه في المطار؟ بتبص البارك كده وبتقول له انا هروح بنفسي. والغريبة بقى ان الخفافيش بتبدأ تظهر من تحتها، وبتقول من الجيد ان انا تلقيت ضربة غير متوقعة. اللي بيحصل ده بيخليني اشعر بالانتعاش، انا بحس ان المهمات الفردية دي بتبقى مشوقة قوي. بيستغرب بارك وبيقول لها الحقي ده في خفافيش في العربية، في خفافيش انت شايفاها ولا انا الوحيد اللي شايفها؟ بتقول له ايه ده انت بتخاف من الخفافيش يا بيضة؟ بيقول لها لا لا مش بخاف. بتقول له طيب كويس، جه وقتي بقى علشان ابدا اصطاد. دلوقتي زي ما قلت لك مهمتك انك تدور على زعيم الطائفة وانت معاك المترجم ده ومعاك الفرقة الرابعة تحت قيادتك. بيقول لها بارك استني بس انا عايز ارجع للمطار، اشمعنى انت؟ بتتحول كلها الخفافيش وما بتعبروش وبتطير من العربية. وخلينا بقى يا ابطال نوقف الفيديو الجامد ده لحد هنا، واوعى تنسى كلمة السر اللي انا قلتها لك في مكان ما في الفيديو. وقبل ما ننهي الفيديو ده عايز اشكر كل اخواتي المنتسبين في القناة، والله يا جدعان مش عارف اقول لكم ايه، بس على العموم شكرا على الدعم المادي اللي انتوا بتقدموه للقناة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كان معكم اخوكم الملخص الفشيخ، ويلا تشاو.